بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره، يعني اتبع طريق واهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة في القرآن، سورة الناس: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فسبحان الله، زي ما في جن بيوسوسوا في صدور الناس، في بشر بني آدمين بيوسوسوا في صدور الناس. دي مقدمة. وفي طبعا فيلم اسمه عودة الندلة، فإحنا اليوم بصدد عودة الجفري. كويس، بودكاست طلع عليك. طبعا الفتن والمصايب والإضلال المتعمد للبشر ما بينتهي، يعني ما طبعا واحد يكون شاب حالم صغير، حدث غر جديد الهداية، فكر إنه الدنيا دي حتبقى وردية، الناس كلها حتتوب والجفري حيتوب أو يختفي، وعدنان إبراهيم وما أدري إيش ولا الجماعة دي كلهم. لا، ده صراع بين الحق والباطل مستمر من ربنا خلق آدم وحتى قيام الساعة، حتى الساعة تقوم على شرار الناس. المقدمة دي كلها بقولها ليك، وعودة الندلة. الجفري طالع في بودكاست. الجفري اللي هو الداعي الصوفي المشهور، بيقول إنه الولي اللي هو القائد الصوفي بيهب الذرية، يعني بيعطيك ذرية، وإنه النبي ممكن تشوفه عيانا، يعني يجيك جهرا، يسيب قبره في المدينة ويطلع ويجي للجفري أو يجي لواحد في المغرب أو اللي كده. المهم، وهو دقيق وحازم ومجتهد في موضوع دعوته للضلالات دي. يعني الجفري مجتهد جدا في موضوع الدعوة لضلالاته، وطبعا ضلالاته دي مردود عليها لو هو بيجلس ويناظر. طبعا لو جاء ناظر يقول لك انا ما لا اناظر. هو يمني طبعا، ابوه كان شيوعي في اليمن الجنوبي، وبعدين لما الشيوعيه انتهت هو ادعى انه من اهل البيت وطبعا لو كان من اهل البيت حقيقه ما بينفعك. لو كنت ولد سيدنا نوح بتغرق في الاخير لو سبت يعني خالفت التوحيد والعقيده الصحيحه. لكن اصلا انا اشكك في كثير من اللي بيدعوا انهم اهل البيت. ارجع وراجع الانساب والنائب بتلاقي انه او تحليل الدي ان اي بتلاقيه يمني عادي مواطن، يعني ما من العرب اصلا، بيكون من اليمن اللي هم الشعوب اليمنيه القديمه دي، سبئيه وقتبانيه وما ادري ايش حاجات زي كده. المهم، الراجل ده بيدعي دعاوى عريضه. مره لقيته طبعا جايبينه الكيزان، مره في ايام السودان، حكم الاخوان المسلمين في السودان، جايبينه للشرطه بيقولون الله ما في السماء. طبعا حتى لو في عقيدتك دي او الله ما في السماء صحيح، طبعا ما في السماء دي هو بيلف ويلبس لهم وكده، غير الآية بتقول آمنتم ما في السماء يخسف بكم الأرض. الإمام الطبري متوفى 310 هجري قال آمنتم ما في السماء هو الله، ونقطة. النقطة ما حطها الطبري وحطوها نص الطباعة، فدي الموضوع محسوم. يعني الله سبحانه وتعالى أعلى من كل شيء، هو مش على الكرسي حق المولى سبحانه وتعالى اللي هو أصغر من العرش، هو أكبر الدنيا السماوات والأرض. بالنسبة للكرسي زي حلقة رينج صغيرة أو درجة، اللي هي يسموها درجة عندنا في المنطقة الوسط ما يسمى بالسودان، اللي هي الترس، بالنسبة لفلاة صحراء كبيرة. فربنا ما بقارن أصلا بالكون، لكن هو له العلو سبحانه وتعالى، أعلى من كل شيء، هو العلي الأعلى. ليش محسوم عند المسلمين من زمان. لكن الجفري عايزك يعني تعتقد إنه الله ما موجود لا خارج العالم ولا داخل العالم. دي عقيدتهم كده، لا مطلع. العالم حادث، يعني اكيد ربنا قبل ما يخلق العالم كان خارج العالم، لو العالم كان ما موجود بالمنطق كده، بالمنطق البسيط يعني. شوف، لكن لا، هو دايرك تعتقد يعني تجنب الله وتعتمد على امواته دين. وطبعا بيجيهم مدد من الشياطين، واحيانا يكلمون واحيانا يردوا عليهم، واحيانا كده من داخل الجباب والاضرحه بتاعتهم. فهو دي دعوته شغال عليها. وطبعا كل فتره الاعلام بيطلع لك واحد من ديل، فتره يجيبوا لك عدنان، فتره يجيبوا لك ده، فتره يجيبوا لك التراب كده. المهم كل مره يطلع لك كبه من كده. فانت ما عليك، بسيطه، الروشته بسيطه جدا، وهي واحده موحده، كليشيه موحد. تقرا قران كثير كويس، تذكر اذكارك، صلواتك كده، بتاع ربنا، وتسال الله الهدايه، يعني مقلب القلوب انه يثبت قلبك على دينه، وان شاء الله امورك طيبه وما عندك عوجه. لو غير كده بيتخطفك الشياطين بتاعت الجفري وغيره. بس هذا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله. ان شاء الله بيكون عندنا خطوط مفصل عادي، بس انا سايق في العربيه ومشغول شويه، لكن ان شاء الله برد واحده على واحده بالتفصيل، على من الحاجات اللي هو اثار في المقطع بتاعه.